الذين ربطوا دخول أهل غزة يقولون أهل غزة في حالة ضعف، يعني حتى المعابر ليست بأيديهم، فلماذا في كل مرة يدخلون هذه الحرب؟ هل يريد هؤلاء أن أخواننا في غزة أن يستسلموا تماما لليهود ليقتلوهم ويستبيحوهم ويفنوهم كما فعلوا؟ وهذا عقلية اليهود. يقول سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فلهذا هذه النظرية خاطئة وتدل على هزيمة نفسية أخي الكريم، ولذلك من أعظم الانتصارات التي تحققت تحطيم الهزيمة النفسية في الأمة. صحيح. نعم، وتحطيم الغرور عند اليهود. ولكن الجاهل أو الذي يتغابى أو من في قلبه مرض أو المنافق أو المهزوم نفسيا لا حيلة فيه. وأقول لهؤلاء المخالفين، أقول لهم: اتقوا الله. أقول لهم في أنفسهم وعظا بليغا أن يتقوا الله فيما قالوا، وأن يرجعوا إلى الحق ويتوبوا إلى الله قبل أن يلقوا الله في وقوفهم مع اليهود شاءوا أم أبوا. يقول: نحن ما وقفنا مع اليهود، إنما ضد المقاومة. هي النتيجة واحدة. ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم، في لحن القول. فأدعوهم إلى التوبة، ومع ذلك مسكين الذي سيأتي النصر وهو لم يساهم فيه، فضلا عمن كان واقفا ضده. أبو ذر لما سأل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال له: الإيمان والجهاد. ثم سأله عن الرقاب قال: أغلاها ثمنا وانفسى عند أهلها. قال: إن لم أستطع قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قال: فإن ضعفت عن بعض العمل قال: أن تكف شرك عن الناس، فهي صدقة منك عن نفسك. نحن نطالب البعض الآن يكف شرهم، وإلا النصر قادم شاءوا أم أبوا. والله شاءوا أم أبوا النصر قادم على أيدي هؤلاء وعلى أيدي أجيالهم.